هم مسميينها بطلة كليب لولا البنات او موديل كليب لولا البنات. انا بسميها البت اللي كانت بترقص وتهز في كليب لولا البنات. دي مضت اول بطولة في مسلسل رمضان اللي جاي مع احمد العوض. ما هو ده بقى سلم النجاح في مصر. انت الاول تهزي وترقص، بعدها تطلعي تهزي على المسرح وتثيري الترند، فمنى الشاذلي تجري ورا الترند تستضيفك وتلمعي، احمد العوض يركب الترند بانه يجيبك معاه في المسلسل، بعدها اسعاد يونس تستضيفك في حلقه حلويات رمضان، شهرين ثلاثه ترتبطي لك باي منتج او رجل اعمال عشان تكملي المسيره. ما عملتيش كده هتتركني على جنب ونقول لك وسعي للبت اللي جت ترقص في السنه اللي بعدها. فعلا يا مصر بتزفلطيها ازاي لدول وبتقفليها ازاي على باقي الناس. البت اللي طلعت اليومين دول اللي اسمها لوجين خليفه، ما اعرفش اسمها لوجين ولا لوجين ولا نوفالجين، يعني تحسها حاجات ادويه كده، المشهوره بجمله موديل كليب لولا البنات او بطله كليب لولا البنات. بس من وجهه نظري دي ما تتصنفش موديل، دي تتصنف رقاصه، لان لو هنرجع يعني ايه موديل كليب، نرجع بقى نشوف الكليبات من زمان. علا غانم مثلا كانت طالعه مع محمد فؤاد في كليب زمان، كانت لسه ما بتمثل، دي اسمها موديل، طالعه بتمثل انها مش عارف مدرسه وهو شافها في قصه فهي بتمثل من غير ما تتكلم، دي اسمها موديل. تلاقي حكيم كان عامل كليب طالع فيه اميره فتحي برضه مش عارف هي ماشيه وهو بيطاردها من كل حته، دي تتصنف موديل. وكل الكليبات ساعتها عموما اللي في واحده طالعه بتمثل حاجه بس من غير ما تتكلم فدي تتصنف موديل، لكن اللي طالعه تهز وترقص وترعش دي ما اسمهاش موديل، دي اسمها رقاصه، ودورها انها تسخن الكليب وتسخن حتى على المسرح. عشان كده هنلاقي الهضبه جابها في الحفله، تعالى يا بنت خشي سخني ارقصي للناس عشان عايزين نشعوط الحفله شويه. بس الفرق ان هي بدل ما تبقى رقاصه شعبيه والجو ده احنا نخليها رقاصه ايجيبت لايك كده، بس هي طلعت نزلت اسمك رقاصه رعاشه. ده كل تاريخها الفني اتقال او هي قالت انها طلعت في مسلسل حكايه نرجس. اقسم بالله العظيم انا اتفرجت على المسلسل كله ال 15 حلقه، انا ما فاكر مشهد هي طلعت فيه ولا فاكر انت كنت بتقولي ايه او حتى طلعتي لقطه في ايه، وده حجمها في التمثيل. فجاه ظهر مؤخرا خبر او هي اللي اعلنت انها هتشارك في البطوله مع احمد العوضي في مسلسله في رمضان اللي جاي. صرف النظر انه طلعت بعد كده شويه اخبار بتقول لك لا هي مش هتبقى بطله 30 حلقه، هي طالعه في دور اخته الصغيره، او في حد يقول لك لا ده طالعه في دور صحفيه، ده المسلسل كله مش هتطلع فيه، هي طالعه بس في 10 حلقات. وكده كده احمد العوضي ما بيجيبش بطله واحده، يعني هو بيجيب ريله بطلات كده زي السنه اللي فاتت رحمه محسن كومبو بطلات معانا. لكن في الاخر يبقى هي واحده ما كانتش موجوده فجاه هي بتشارك في بطوله، يعني حتى لو مش البطله الاولى لكن هي من البطلات اللي في المسلسل. والحقيقه ان الخبر ده مستفز جدا جدا جدا، وفي كذا طرف يستفزك، ده اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده. اول طرف يستفزك استاذ اشرف زكي، انت ايه موقفك من القصه دي؟ انت يا اخويا مش ليل نهار تقول انا لازم احمي اللي خريجين معهد فنون مسرحيه والناس اللي تعبت ودرست التمثيل وعشان كده التيك توكرز مش هيشتغلوا، والفن مهنه من لا مهنه له ودي مش هسمح بيها. طب هو دلوقتي بقى مهنه ايه؟ مهنه واحده طلعت هزت في كليب، ده بالنسبه لك عادي؟ تفرق ايه عن التيك توكرز؟ يعني هي دول التيك توكرز بيطلعوا بترند بيخشوا على المسلسلات، هي برضو طالعه بترند دخلت على المسلسلات، ده لا يؤثر على ناس اللي درسوا في معهد فنون مسرحيه، ودي بقى مش دارسه تمثيل اصلا، لا في ورشه ولا في جامعه ولا اي حاجه، دي بتدرس طب، دي قصه ثانيه خالص. هيطلع حد يقول لك ما هو الراجل هيديها تصريح، اللي انا بقى عايز اعرفه هو التصريح ده بيطلع بناء على ايه؟ يعني انا كان خيالي لو احنا بنتكلم بقى عايزين نقدم فن وحاجه محترمه، ده لو يعني يقول لك خلاص انت ما درستيش بس انا هعمل لك اختبار قدام لجنه عديتي تاخدي التصريح لان انت موهوبه مش محتاجه تدرسي. هل دي بقى الطريقه اللي انت بتعمل بيها التصاريح، ولا هي التصاريح دي من الاخر مجرد سبوبه بنطلع منها قرشين والسلام؟ بقى هتدفع هتعدي، مش هتدفع ازاي؟ احنا بنحمي الفن. تاني حد يستفزك هو استاذ احمد العوضي، كفايه بقى ركوب ترند يا عوضي. يعني مثلا السنه اللي فاتت جاب لك رحمه محسن، وبرده رحمه محسن كانت تعتبر اول مره تمثل. لو هتفتكروا ان قبلها بكام شهر رحمه محسن كانت عامله كميه ترندات، يعني في منها ترند هدير عبد الرازق انا مش عايز اجيب سيرته، وغير ده الوقت العالي جدا بتاعها اللي هي بقى بدايه الحفلات والتصوير من حتت معينه وكانت بتثير الجدل بحاجات معينه، هوب جابها معاه. ما كانتش بتعرف تمثل بس هو عرف جدا يستغلها انه يركب الترند. دلوقتي انت بتعمل نفس القصه، يا دي دورها ايه؟ يعني ايه اللي انت شفته فيها ده لو انت بتدور على ممثله؟ غير ان دي واحده طلعت ترند، طلعت مع عمرو دياب، الناس بتتكلم عنها قد ايه انها لزوزه وعسوله جامده وبتسخن، طب هاتها يلا عشان نضمن مشاهده في رمضان، خصوصا ان رمضان السنه دي المنافسه عاليه، محمد رمضان راجع بمسلسل، واحمد العوضي ما يترعبش ولا يهر على نفسه غير من محمد رمضان لان هو كوبي من محمد رمضان، فالمنافسه كده هتبقى كبيره جدا. يعني على قد ما انا متنرفز من اللي بيعمله احمد العوضي بس ده مش جديد عليه، ما هو ده اللي بيعمله كل سنه وهو ده اساسا سبب استمراريته.
فتمام يعني ده مقبول منه. قالت حد يستفزك في الترند ده منى الشاذلي، وهي بصراحه بقت تستفزني في المطلق يعني بعيدا عن الترند ده. ايه حضرتك انت بتعملي ايه؟ واحده كل اللي هي عملته انها طلعت رقصت وطلعت على المسرح رقصت بشورت، انت طالعه تستضيفيها بتتكلمي معاها في ايه بجد؟ يعني ايه الاستفزاز ده؟ طبعا انا هنا مش بتكلم بس عن منى الشاذلي، يعني انا عارف استاذه اسعاد يونس هي لحد دلوقتي ما استضافتهاش، بس هي عشان محضره هتعمل حلقه حلويات رمضان بعد المسلسل وبعد شهر رمضان، زي كما جابت يارا السكري اللي هي برضه يارا السكري ما كانش ليها فيها ولا كان ليها انها تبقى ممثله اصلا، بس جبناها ولمعناها قولي لي عملتي لا ده انت جامده جدا. يعني ده اللي هي استاذه اسعاد بتعمله، وده اللي هي هتعمله مع البنت دي برضو انا متاكد. انتوا لو ما انتوش عارفين يعني ايه اعلام وما انتوش عارفين ان كده انتوا اللي بتعملوا من حاجات ما لهاش لازمه تقعدوا في بيوتكم. يعني انتوا معاكم فلوس وشغالين بقالكم سنين 100 اقعدوا في بيوتكم، يعني مش ناقصين بقى كمان نخرب في المجتمع اكتر ما انتوا خربتوا. الغريبه بقى ان انا في الترند ده كله مش متضايق من عمرو دياب ولا مستفز منه. ليه؟ لان عمرو دياب هو شخص ذكي عارف يبيع البضاعه بتاعته. يا باشا انا بعمل كليب اجيب واحده فرفوشه للزوزه دي هتبيع الدنيا وهتطلع ترند، ولما الترند كان كبير هو جابها برضه تاني في الحفله بلبس معين بهز معين بحاجه علشان نسخن الحفله وتبقى حفله شبابيه، انه سني لا يسمح بان انا اكون شاب فاقدر اعمل ده. غالبا ده كان شكل الهضبه وهو قاعد معاها قبل ما يطلعوا المسرح بيتفقوا على الرقص. اضربي لك حجرين تشقلبي في ازازه بيره ارجع الاقيك متدرمغه على المسرح. لما بشوف الاخبار المستفزه زي اخبار الرقاصه بتاعت كليب لولا البنات دي انها بدات وهتمثل ومش عارف ايه، والله بيبقى عندي سؤال لكل القائمين على صناعه الفن في مصر، او يعني لو هنسميه فن، وانتوا بجد متخيلين ان انتوا ممكن تقدموا حاجه عدله؟ كميه العبث اللي احنا عايشين فيه ده، انتوا مصدقين نفسكم ان انتوا قوه مصر الناعمه وان احنا هنقدم فن وممكن نقدم عمل حلو؟ يعني ده عندكم قناعه بكده ولا ده كلام كسكسي حمصي بتقولوه عشان لازم يتقال؟ اصل بجد لو جينا للممثلين طريقه اختيارهم دلوقتي يا اما ابناء عاملين اللي هو برضه بيبقوا نص لبه، يا اما بنمشي ورا الترند، واحده تيك توكر طلعت، واحد طلع لي من الفيسبوك، او واحده هزت في كليب اهي زي بنشوف، اللي هو بجد ما لهمش في التمثيل ولا حتى هيبقى عندهم حتى رغبه يتعلموا، ان هو الموضوع بالنسبه لهم مادي وشهره فقط. فده الممثلين. انزل لي على المخرجين 99% منهم ابناء مخرجين او ابناء مؤلفين او ابناء منتجين، اللي هو موجود بالواسطه ما عندوش معاناه، فبالتالي ما عندوش رؤيه او ما عندوش قضيه عايز يوصلها في اعماله، فتلاقي اعماله كلها مذبذبه. يعني الا من رحم ربي، احنا بنتكلم 2-3 مخرجين اللي موجودين على الساحه اللي هو انزل لي على المؤلفين كلهم بينحتوا، وشركات الانتاج بتقبل ان احنا نجيب عمل منحوت ومتاخد بالملي من اعمال اجنبيه، او كمان بقينا ننحت من بعض. يعني في احمد العوض ده بيعمل هي قصه واحده بيقعد يمنتجها ويعيدها تاني كل سنه. ده غير طبعا ان الانتاج شخصيا موجه يقول ايه وما يقولش ايه ويشغل مين وما يشغلش مين. يعني عندك مثلا نيلي وشريهان لما قلنا هنرجع بالجزء الثاني قالك دلوقتي محمد سلام مش شغال، ازاي ارجع مسلسل كان من اساسياته ومن ابطاله محمد سلام اشيل محمد سلام؟ طبعا بيقول لك احنا غيرنا القصه، لكن انا فاهم ليه، عشان الشوال ما يزعلش، عايزين نعرف نسوقه في قنوات كتير. وحتى دنيا سمير غانم يعني اللي انا بقول موهوبه وناجحه وشاطره، ازاي تقبلي انك تبيعي واحد كان سبب في نجاح معظم الاعمال بتاعتك؟ هو ده الوسط الفني. انتوا بقى متخيلين في الاخر بالاخلاقيات وبالبزاميط وبالعبث ده في حد هيقدم حاجه عدله؟ انتوا بتستفيدوا انكم بتاخدوا فلوس، بس هل الفن بقى كفن الحقبه دي هتبقى بالنسبه له حقبه مفيده ولا هتترمي في الباسكت؟ اكيد انتوا عارفين الاجابه. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه. سؤال الحلقه النهارده هيبقى مختلف، البطله بتاعتنا رقاصه ومش مشهوره. السؤال هيبقى اكمل العباره التاليه: لولا البنات يا ولا لولا البنات ايه؟ يعني وفقا للعبث اللي احنا عايشينه وشفنا الرقاصه بتاعت الكليب ده هتبتدي تمثل. انا عن نفسي لو هكمل هقول كده، هقول لولا البنات يا ولا لولا البنات ما شفنا هز يا ولا سليبات، لان ده اللي بقينا نشوفه مؤخرا من مشاهير البنات في الميديا وفي السوشيال ميديا. بس انتوا اكتبوا لنا تكملتكم وابداعاتكم في التعليقات زي ما تحبوا. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده هترجع في القناه تلاقي سلسلتين: سلسله ملخصات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل، وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام ومسلسلات مسرحيات. فيعني معاك وقت جهد باقه، خد لك لفه قول لي اللي عاجبك واللي مش عاجبك، هنحاول نظبطه. وبنختم بالكلمه بتاعتنا: اغرى.